اهلا بيكم. معاكم دينا خلاف، لايف كوتش واخصائي ارشاد نفسي ممارس لبرمجه الغويه العصبيه. تعالوا النهارده نتكلم عن الضغوط اللي بتواجهنا في الحياه، الضغوط اللي طول الوقت موترانا وعامله لنا قلق وخايفين من بكره بسببها، الضغوط اللي بتخليني مش عارف استمتع بالحياه ولا عندي سلام داخلي. طول الوقت عمال ابص على المشكله وابص على الضغط الخارجي اللي قدامي وحاسس ان انا اقل بكتير واضعف بكتير من الضغط ده. حاسس دايما ان الضغط عائق وتحدي كبير انا مش قده. تعالوا النهارده كده نفهم اكتر عن الضغوط بتاع الحياه ونبدا نعمل لها تحليل بسيط جدا وناخد تمرين عملي ازاي ان انا اتعامل مع الضغط اللي حواليا وازاي ان انا اقدر اتحكم فيه بنسبه اكتر من 50%. فحياتي تبدا تتغير من التوتر والقلق والخوف لهدوء وسلام، وده اللي احنا بنسعى دايما ليه. كملوا معايا. اول حاجه الضغط ده بنقسمه ل3 انواع. ركز كده معايا وهات ورقه وقلم. هترسم 3 دوائر. اول دايره عندك الضغوط اللي انا ينفع اتحكم فيها. تاني دايره عندنا الضغوط اللي خارج دايره تحكمي ماليش تحكم فيها. رقم 3 وهو اخطر انواع الضغوط واللي هو طول الوقت شغال جوه عقلي، اللي هي الافكار والتهويل والافكار السلبيه اللي طول الوقت شغاله جوه عقلي اللي بترسم قصه وسيناريو. تعالوا نمسك كل ضغط على حده لوحده. اول حاجه الضغط اللي انا بكون عليه بس ينفع ان انا اتحكم فيه، فهو داخل دايره التحكم. زي ايه بالظبط؟ زي ما انا عندي شغل كتير جدا، زي ما انا عندي مسؤوليات كتير جدا، في حاجات وفي مهام معينه انا بقوم بيها كل يوم. بالظبط زي الام اللي طول الوقت عليها مسؤوليات كبيره جدا، ولكن في مسؤوليات مش مستعجله ان انا اعملها، في مسؤوليات ينفع ان انا اديها لحد تاني يقوم بيها. فنبدا نركز مع نفسنا. لو انا في ضغط والضغط ده جوه دايره تحكمي، في شغل كتير عليا، في مسؤوليات في البيت كتير عليا، في حاجات كتير عليا، ابداي فنطي كل حاجه ينفع تتحكمي فيها. ينفع مهام معينه اديها لحد تاني يقوم بيها، ينفع حاجات مش مستعجله اجليها دلوقتي. انا مش سوبر هيرو عشان ابدا ان انا اشتغل في كذا حاجه في كل الوقت وفاكره ان الدنيا هتقف لو انا ما حطيتش ايدي هنا وهنا وهنا. ابدأي خدي لحظة مع نفسك وقفي. ما تبدأيش في أي حاجة بتعمليها إلا لما أبدأ أركز على الشهيق بتاعي. خدي نفس، هدي عقلك خالص وجسمك وطلعي زفير بهدوء، وابدأي اكتبي الحاجات اللي انت بتقومي بيها كل يوم وطلعي منها الحاجات اللي مش مستعجلة انها تقومي بيها وينفع تقوم من غيرك عادي جدا. وزعي المهام دي لناس تانية، هتفرق معاكي جدا. لما اقف مع نفسي وابدا اخد شهيق زفير، انا بهدي العقل والجسم وببدا اقول ان انا المتحكمه، انا المتحكم، انا المسيطر. وابداي وزعي المهام. الدنيا كده كده بتتحرك، الدنيا كده كده بتمشي، مش بتقف على حد. صدقوني يا جماعه احنا اللي بنحط نفسنا جوه الضغط. فانا بايدي ابدا اشيل حاجات من على كتفي ومن على عقلي مش هتخدم هدفي. انا محتاج ان انا اعيش بسلام وبهدوء. اعيشه ازاي وانا محمل نفسي فوق طاقتي؟ فابدأي طلعي الحاجات اللي هي مش مستعجله ان انا اعملها، الحاجات اللي ينفع حد غيري يقوم بيها وهيقوم بيها حتى لو مش 10/10 زي ما انا هقوم بيها، مفيش مشكله. طلعي وفضي الحاجات اللي ينفع حد غيرك يقوم بيها من المسؤوليات. زي بالظبط الشخص اللي شغال في مكان وطول الوقت هو عايز يعمل كل حاجه بايده بس عشان يظهر انه الموظف المثالي. صدقني مش هتتشاف، صدقني انت بتستنزف طاقتك، انت اللي تعبان. فابدأ شيل مهام من على كتفك اديها للناس اللي حواليك تقوم بيها. مش لازما كل حاجة انا اللي اقوم بيها. انا بكلمكم هنا من واقع عملي. لما انا كنت في يوم مسيطرة على كل شيء ومهام كتير انا لازم اقوم بيها عشان تبقى 10/10، عشان محدش هيعرف يعملها زي ما انا هعملها، لقيت انا اللي تعبانة وانا اللي بستنزف طاقتي. لما بدأت اسيب من ايدي حاجات معينة وادي مهام لناس معينة بانت كفاءتهم وبان ان انا كنت ضغطه نفسي، انا اللي كان بايدي الضغط ده. فانا بدات اشيل وفي حاجات مش محتاجه اعملها دلوقتي اركنها الوقت اللي جاي. فابداوا اول خطوه لو في ضغوط انا متحكم فيها وجوه دايره التحكم، شيل من على ذهنك وشيل من على كتفك التحكم الزائد وابدا ركز على نفسك. رقم 2 الضغط اللي هو خارج دايره التاثير بتاعي او السيطره، مش عارف اسيطر عليه. زي مثلا حد جاله مرض مفاجئ من العيله عندي، او حد محتاج اي مساعده، او في حاجه مفاجاه جات لي زي امتحان مفاجئ اضطريت ان انا اسيب الشغل في الوقت ده. حاجه كده ظرف مفاجئ انا مش عامل حسابه. هنا ده خارج دايره التحكم بتاعي.
طب اعمل ايه عشان اقل حده الضغط اللي انا فيه؟ اقف، ابدا خد شهيق، اقفل النفس، خد زفير، هدي نفسك خالص. انت بتعمل ستوب، توقف. اول ما ابدا اعمل شهيق زفير انا ببدا اخد خطوه، انا المتحكم وانا المسيطر. وابدا شوف، انت هنا مش عينك على المشكله اللي حصلت، انت عينك على رد فعلك تجاه المشكله. انا في حد مريض ومحتاج ان انا اساعده، فلو انا حطيت المشكله في المرض نفسه وبدات اخاف وبدات اتوتر وبدات اقلق، مش هتعرف تعمل اي حاجه، انت مش هتعرف تساعد المريض. فابدا حط نفسك ان انت هنا بتسيطر على رد فعلك تجاه الحدث اللي حصل ليك، اللي هو الحدث المفاجئ. انا سبت الشغل دلوقتي، ده حدث مفاجئ ما كنتش عامل حسابه. عيني مش على المشكله، المشكله حصلت بالفعل، عيني على ردة فعلي تجاه الحدث اللي حصل. رد فعلي ايه بقى؟ محتاج ان انا ابدا اخد شهيق زفير واوقف نفسي، محتاج ان انا ابدا اخد خطوات تجاه المشكله اللي حصلت. هي حصلت بالفعل، ايه اللي انا استفدته؟ ايه الدروس اللي انا اتعلمتها من الوقفه اللي انا وقفتها دلوقتي؟ طيب هنا محتاج اشتغل على نفسي في حاجات معينه، محتاج ان انا اتكل على نفسي اكتر في حاجات معينه انا كنت لاغيها الفتره اللي فاتت. دور على شغل، ابدا حط السي في بتاعك في اماكن تانية، افتح اماكن تانية، افتح مهارات عندك انت قافل عليها فتره طويله ومش عايز تتعلمها. ابدا اشتغل على المهارات دي واشتغل بيها وتعلمها. ابدا اشوف السوق محتاج ايه الفتره دي وانا مش متعلمها، وابدا اتعلمها اكتر واكتر. فهنا انا ببدا ان انا اسيطر على رد الفعل بتاعي، وابدا ان انا اكون متحكم فيه، مش على المشكله. المشكله كده كده هتتحل، المشكله كده كده حصلت، بس محتاج اشوف رد فعل تجاه المشكله بصوره ايجابيه، هوصل لحل. وابدا دايما حط نيه انك تشوف اليسر في قلب العسر. حط النيه دي دايما في اي مشكله بتحصل لك، هتلاقي ربنا بيفتح لك بيبان انت ما كنتش واخد بالك منها. فانا هنا المتحكم المسيطر في حياتي. رقم 3 واخطر انواع الضغوط ايه هو بقى؟ التفكير. الافكار اللي عماله تتشد وتنجذب لعقلي وانا مش واخد بالي، فعماله تعمل لي سيناريوهات وتعمل تهويل رهيب جدا. ده هيحصل لك كذا وهيحصل كذا، والخوف من بكره والخوف من بعد والمستقبل، في 1 2 3. الافكار دي المشكله في السيناريو اللي بتحطك فيه والقصه اللي بتحطها لك في خيالك. تبدا تحس ان انت دخلت جوه دايره مش عارف تخرج منها. فركز، افكارك اللي انت بتفكر فيها بتجذب الواقع اللي انت عايش فيه. فركز، اول حاجه اعمل ستوب، اعمل وقفه. لو انا قاعده على السرير قومي اتحركي، قومي اتمشي، غير وضعيه جسمك، ويبدا خد شهيق زفير. انا المتحكم في هذه الافكار، انا اللي بسيطر على هذه الافكار. وارمي افكارك كلها على الورقه، ارمي افكارك كلها على الورقه. كل ما بدات ترمي الافكار اللي شغاله في عقلك، كل ما بدات تلاحظ ان الضغط بيقل 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 بنسبه كبيره. ابدا بقى خد شهيق زفير، وابدا هدي عقلك وجسمك. هتلاقي نفسك انت كنت في دايره انت اللي حاطط نفسك فيها. فانا هنا بدات ارمي الحاجات اللي في عقلي، بدات اتحرر منها واتخلص منها، بدات اكون متحكم في افكاري، بدات اقول للفكره دي انا بسمح لك تدخلي، والفكره دي مش هتخدمني فانا بوقفها انها تدخل لعقلي. من هنا ببدا اقول لك انت بتبدا تغير حياتك تماما، انت بتبدا تسيطر على الضغط اللي في حياتك من خلال ان انا ببدا اشتغل على الداخل عندي مش على الخارج. اوعى تركز على المشكله اللي بره، ركز على اللي جوه عندك، على ردة فعلك تجاه المشكله. وهبدا اعيد المقوله المشهوره اللي بحب اقولها، ان العالم الخارجي انعكاس للداخل عندك. فكل حاجه بتحصل لنا مش صدفه، هي جايه لرساله معينه. الضغط اللي بره والكركبه اللي بره والتوتر اللي بره لان انا محتاج اهدى اكتر من جوه، محتاج ابدا ابص لنفسي واوصل لحاله السلام الداخلي من خلال ان انا اشتغل على نفسي. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى الموضوع يكون فرق معاكم. ما تنساش الاشتراك في الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه، واعمل مشاركه للفيديو لو عجبك. وهبدا اقول لك ان انا سايبه لك رقم الواتس بتاعي لو انت محتاج انك تشتغل على نفسك وتكتشف انت مين وتتحرر من كل الضغوط اللي انت فيها. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا جدا لكم.